السلام عليكم الإخوان، كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. اليوم غنتعرفوا على طريقة تعبئة الاستمارة الخاصة بجواز السفر المغربي. غنخلي لكم الرابط ديال الموقع في أول تعليق أو في صندوق الوصف. المهم غتدخلوا للموقع، غتلقاو تما الرابط غيديكم لهذا الموقع الرسمي ديال المملكة المغربية يعني الخاص بجواز السفر. أول اختيار كتجي كدير تعبئة الطلب، كتكليكي عليها. من بعد كيعطيك هاد الاختيارات، غتختار في الأول اطلب الطبع الإلكتروني عبر الإنترنت، يعني غتشري السيو أو التمبر. كتضغط عليه، كتجي هنا كدير اشتري الطابع الإلكتروني، غيديك لهاد الصفحة. كتجي هنا الاختيار الأول كتضغط عليه، يختار الطابع، كدير طابع جواز السفر. من بعد كتجي كتختار هنا، كدير هاد العلامة ديال الكروسة إضافة الطابع، تضغط عليه يرمي لك هاد 500 درهم هنا. كتجي كدير نمرة التليفون، مثلا نديرو هاد نمرة التليفون. هنا الدفع بواسطة بطاقة بنكية، اللي بغى يخلص بالبطاقة الكارت كيشي ديالو، أو الدفع عن طريق الوسطاء، أي يعني كاش بليس أو ضمان كاش أو تسهيلات. بحال دابا غنديرو هاد الكود هنا إكس دي إف إكريك تا، يعني كيما مكتوبة. كدير تأكيد طلب، غيجيني واحد الرقم واحد الكود يعني للتليفون. هو جا، غنديرو 19 5 4 2 2 4 0. المهم هاد الكود كيجيكم للتليفون، كديروه هنا، كدير تحميل هكا، كتخرج لكم هاد الورقة. هذا تمبر ديال الباسبور. كتمشي كتخلصو في كاش بليس ولا تسهيلات، اولا كتخلصو من ابليكاسيون ديال البنكة ديالك. كدير هاد الريفيرونس هذا كديرو، كدير 500 درهم وكتخلصو، وكتخرج داك السيو، كتلصق مع هاد الورقة باش تدفعو للبشوية أو المقاطعة اللي عندكم. من بعد كترجع للموقع الأول اللي كنا فيه. دابا هنا شرينا التمبر، دابا إملاء طلب الجواز السفري. كتجي هنا. المهم الراشدون أشخاص تحت الوصاية، القصيرون من 12 ل 18 سنة، القصيرون أقل من 12 سنة. المهم الناس الكبار كل واحد غيختار على حساب كل واحد. الراشدون ولا إلا كان شي واحد من عنده من 18، من 12 حتى ل 18 سنة، أو القصيرون أقل من 12 سنة. المهم ملي كتخلصو داك السيو، كتجي كدير داك الكود هنا، راه فيه شي 14 رقم يعني كتكتبو كيجيك في الميساج ملي كتخلصو. هنا كدير النمرة د لاكارت مثلا، هنا التقنية، المهم كتعمر هنا التقنية. هنا مثلا محمد، كتعاود هنا بالعربية محمد. المهم أنا كنوريكم بطريقة يعني بسرعة باش ما يدينا بالوقت. المهم كدير شي التقنية ديالك. هنا كتختار ذكر أو أنثى، إلا كنتي ذكر دير ذكر. تاريخ الازدياد، كاينين شي وحدين ما عندهم بو تاريخ الازدياد كامل، يعني عندهم غير السنة. إلا ما كانش عندك نهار وشهر، عندك غير السنة، كتجي كتكليكي على هادي هكذا، أتوفر على يوم وشهر الازدياد. ومن بعد كتجي كدير فين بلاصة زيدتي مثلا نادور. كدير رقم التليفون ماشي مهم، أو الإيميل ماشي ضروري. هنا كدير العنوان اللي عندك في لاكارت ناسيونال، خاصو يكون كيما مكتوب هو. كود بوسطال مثلا نادور 62,000. فيل كدير الناظور مثلا، واخا تكون ساكن في شي بلاصة في إقليم الناظور مثلا، كدير الناظور يعني العمالة. هنا بايس الدولة، هنا كدير هاد الكود كيما مكتوب هنايا. ومن بعد كدير التأكيد، وكتامبريمي ديك الورقة ديال استمارة الجواز السفر. كدير منها الدوبل، وكتجمعها مع داك السيو. كتزيد يعني جوج تصاور، وكتزيد جوج ديال النسخة ديال لاكارت ناسيونال والباسبور القديم. المهم غادي نخلي لكم الرابط فيه يعني الوثائق المطلوبة في أول تعليق أو في صندوق الوصف. وشكرا على المشاهدة.